في يوم من الأيام من آلاف السنين كانت في مدينة اسمها أفسوس، مدينة غنية وجميلة فيها قصور وأصوات موسيقى وضحك ليل ونهار. لكن ورا الواجهة دي كان في ظلم وكفر وطغيان. الملك اللي كان بيحكمها اسمه دقيانوس، راجل متكبر كان شايف نفسه إله، أكبر الناس يعبدوه هو والأصنام، واللي يعترض مصير الموت أو العذاب. لكن في وسط الفساد ده كان في شباب مؤمنين بربنا، 7 في العدد، شباب في عز قوتهم وشهامتهم، وكانوا من عائلات كبيرة في المدينة. كانوا بيحسوا إن اللي بيحصل ده غلط كبير جدا، وإن في إله واحد خلق السماوات والأرض، مش الأصنام اللي صنعوها بإيديهم. واحد فيهم قال لأصحابه وهو في شدة الخوف: إحنا مش هنقدر نعيش وسط الكفر ده، يا نؤمن بربنا ونموت على ده يا نعيش كفرة زيه. رد عليه التاني وقال: بس الملك هيقتلنا، ده بيعدم اللي بيرفض يسجد له. قال لهم التالت بثبات: ربنا أقوى من أي ملك، خلونا نهرب لمكان بعيد ونعبد ربنا في أمان. وفعلا بالليل وهما مستخبيين من حراس القصر خرجوا في سكات، ومعاهم كلب كان دايما بيحرسه، أمين وطيب اسمه قيلة إنه قطمير. فضلوا ماشيين أيام وليالي لحد ما وصلوا كهف بعيد وسط جبل عالي. الكهف كان غامض ضلمة من جوه، بس أول ما دخلوه حسوا براحة غريبة، كأن ربنا مهد لهم المكان ده مخصوص ليهم. قعدوا جواه وقالوا لبعض: يا رب، احنا سيبنا أهلنا وبيوتنا وملكنا عشانك، فاحفظنا وارحمنا. وفجأة حسوا بتعب غريب، عينهم بتتقفل وأجسامهم بتتعب، وناموا. بس النوم ده ما كانش عادي، كان نوم من عند ربنا، كأنه سحابة نزلت عليهم من الرحمة. مرت الأيام والأسابيع والسنين، لكن مش سنين قليلة، 309 سنة، والعالم كله اتغير حوله. المدينة اللي كانوا فيها خربت واتبدلت، والناس نسيتهم تماما، بقت حكايتهم مجرد أسطورة قديمة بيحكوها للأطفال قبل النوم. أما هما فربنا كان محافظ عليهم جوه الكهف. الشمس ما كانتش بتدخل عليهم مباشر، كانت تميل وقت الشروق والغروب كأنها بتحترم مكانهم. وكلبهم كان على باب الكهف مادد دراعه، شكله مهيب كأنه تمثال بيحرسهم من أي حد يقرب. وكانت الملائكة بتقلب أجسامهم يمين وشمال عشان ما يتعفنش لحمه. وبعد كل السنين دي في يوم ربنا أراد إن المعجزة دي تتكشف. ال7 قاموا من نومهم فجأة، فتحوا عيونهم ببطء. واحد منهم شد جسمه وقال: إحنا نمنا قد إيه؟ رد عليه صاحبه قال له: يمكن يوم أو نص يوم. بصوا لبعض مستغربين، الكهف شكله زي ما هو، بس في حاجة غريبة في الهوا، كأن الزمن اتغير. قالوا: طب نبعت حد يجيب لنا أكل من المدينة. اختاروا واحد منهم وقالوا له: خد بالك ما تقولش لحد إحنا فين، عشان لو الملك عرف هيقتلنا. نزل صاحبهم من الجبل، وكل ما يقرب من المدينة كان بيبص حواليه مذهول. البيوت اتغيرت، اللبس غير اللي كانوا عليه، الناس بتتكلم بطريقة مختلفة. قال لنفسه: هو أنا مشيت لمكان تاني ولا دي مش مدينتنا؟ دخل السوق راح يشتري أكل، طلع الفلوس القديمة اللي معاه، لكن الراجل اللي بيبيع اتجمد مكانه وقال له: إيه الفلوس دي؟ دي عملة من مئات السنين. الناس اتجمعت حواليه وفضلوا يسألوه: انت مين وجاي منين؟ ولما عرفوا قصته الدنيا قامت وما قعدتش. الناس صدقت انهم اصحاب الكهف اللي اختفوا من قرون، وان ربنا احياهم بعد مئات السنين آية للناس. الملك الصالح الجديد سمع الخبر وجري بنفسه يشوفه، ولما شافهم دموعه نزلت وقال: سبحان الله، دي آية حقيقية على البعث بعد الموت. رجعوا كلهم للكهف، وبعد طمنوا قلوب الناس إن البعث حق حسوا براحة وسكينة. وساعتها رجعوا ناموا نومهم الأخير، ناموا على إيمانهم، وربنا حفظهم زي ما هم. والعبرة اللي أخدناها من حكاية الكهف: الإيمان ممكن يغير مصيرك كله. اللي يثبت على الحق حتى لو الدنيا كلها ضده، ربنا يرفع ذكره ويخليه آية للناس. وأصحاب الكهف كانوا مثال للثبات والصبر والتسليم الكامل لقدرة ربنا. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس واستنى الفيديوهات اللي جاية.